دونك اسيي ما تبقاوش تسخروا. انا باش كنقول لكم هضروا بحال دابا هنايا ياسين ولا سعيد Et dans le ballon, les attaquants appellent plus simplement de باش يلعبوا شكون يلعبوا شكون قلبوا على لي كونتر و دوزيام بالون عندهم كي يجيو الدوزيام بالون مجموعين لي زاتاكون demain il y aura une équipe qui va faire des appels. ترى عارف قمارك صار سريع
الحمد لله اليوم لعبنا مقابله من فريق اللي ماشي بالسهل، حاولنا نلحقوا نتيجه ايجابيه. الحمد لله تنينا المراد ديالنا، حاولنا في الشوط الاول تسجل لنا هدف، حاولنا ان نرجعوا في النتيجه. الشوط الثاني السي عزيز العمري حاولنا نطبقوا التعليمات ديالو واستطعنا اننا نسجلوا الهدف الثاني اللي خلانا نلعبوا بواحد الشكل دفاعي شويه. وان شاء الله هذه المقابله كما كنقولوا الشوط الاول هنا مدينه فاس، لان لعبنا من فريق اللي ماشي بسهل. باقي تابعنا شوط اخر ان شاء الله مدينه مراكش. ان شاء الله كنتمناو نلحقوا واحد النتيجه ايجابيه تخلينا اننا نمروا للدور الربع النهائي ان شاء الله ديال كاس العرش. كما بالمناسبه كنبغي نشكر الجمهور المسفيوي اللي رافقنا لمدينه فاس، وان شاء الله كنتمنى نفرحوا الجمهور هذا ان شاء الله في المقابله الجايه ان شاء الله. Je tiens d'abord à remercier tous mes collègues, la population de Safi et les supporters qui se sont déplacés. On remercie aussi le staff, les dirigeants. L'aventure continue parce que là, c'est déjà bon. L'esprit est déjà bon. Cette année, ensemble, on peut faire plein de bonnes choses. Il suffit qu'on ait l'esprit de la gagne, l'esprit d'équipe. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Inch'Allah, ça va passer. Vous étiez très proche de la victoire que nous. الدفاع ديالنا كان في مستوى عالي، يعني عرفت كيفاش رغم جميع المحاولات ديال الفريق المغربي الفاسي عن طريق المهاجمين ديالو اللي كانوا في المستوى، ما كاينش نقص في الهجوم اكثر من اللي كاين دفاع في المستوى ديال اولمبيك اسافي. وصل الثلث الاخير من الملعب يعني المنطقه ديال الهجوم، اكيد انك راه العمليات كتوصل كيخص كما قلتي انت في العمليات، واظن بانه عده مرات وصلنا الا انه بعض الاحيان الثقه الزائده. ربما الانتصار ديال اليوم انتصار اللي هو كيفرح واللي بالنسبه لنا حنا دعم معنوي كبير، ولكن الطريقه ديال اللعب اللي كانت في الملعب ما كناش في ذاك المستوى اللي كنت كنتمنى نكونوا فيه، لان هاد النتائج رغم انهم بصح كيعطيو واحد الثقه وكيعطيو واحد الدفء، لكن كما بغى يكون الحال ما كيطمئنوش على المقابله ديال الاياب اللي غادي تكون، لان دائما انا متعود ان الفريق خصو ينتصر وخصو ينتصر بقناعه. يعني ملي كتنتصر بقناعه كتعرف بان المستقبل ديالك غادي يكون عامر بالانتصارات. ملي كتنتصر انتصار بدون قناعه ما كيكونش تفاؤل في المستقبل. غير ان فريق اولمبيك اسافي التفاؤل فين كاين؟ ان بدايه معاه اول موسم تقريبا معاه من 2005 2006 فاش هذاك الفريق حتى الان. اذا هذه البدايه نقدروا نقولوا بان بدايه لا باس بها والخير القدام، لان كما قلت لك هذا الانتصار رغم انه كانوا المغرب الفاسي اقرب ولكن كيعطينا حنا ثقه في النفس.